خلّينا بقى دلوقتي نتكلّم على الsafety valve. هو إيه الفرق ما بين الrelief valve والsafety valve أو الpressure relief valve والpressure safety valve؟ الpressure safety valve هو بيستخدم في حالة الغازات. طَب يا ترى يا عم الحاج هو بيتكوّن من إيه؟ برضه بيتكوّن من الbody نَفْسه أو الcasing، بيتكوّن من برضه الspring والwasher والcab نَفْسها والadjustment screw بالlock nut، وكمان بيتكوّن من الstem نَفْسه، وبيتكوّن من الdisk، وبيتكوّن من الseat، وبيتكوّن من الinlet والoutlet. الله! طب ما هو كده برضه بيتكوّن من نفس الحاجات. هو فعلًا بيتكوّن من نفس الحاجات، ولكن في options هنا مميزة عن الrelief valve. الoption بتاعته هو إن إحنا نلاحظ إن الoutlet بتاعه الخارج بتاعه بيكون كبير شوية، بحيث إن أنا بابقى محتاج إن أنا أهندل كمية غازات كبيرة، فمحتاج الoutlet بتاعي يكون كبير. الحاجة التانية الspring نفسه المواصفات بتاعته بتكون مختلفة، بحيث إن أنا بابقى محتاج إن الضغط لمّا يزيد الspring والdisk يبدأوا إن هم يطلعوا بسرعة، عشان أهندل كميات الغاز الكبيرة. ده option مش موجود في الrelief valve. طيب خلّينا نكمّل. بيقول لك هنا إن المميزات أو الfunction بتاعة الsafety valve هو يعتبر خط الدفاع الأخير بالنسبة لي لو أنا عندي غاز موجود في المنطقة. لو أنا عندي غاز أو vapor والضغط بتاعه زاد، فهو في الحالة دي خط الدفاع الأخير بالنسبة لي. طب الضغط الزيادة من الغاز أو الأبخرة ده بيروح فين؟ بيروح على الflare header. أنا دلوقتي عندي غازات زيادة مش عارف أودّيها فين. هل ينفع أودّيها كده وتطلع على الجو؟ لو طلعت على الجو رقم 1 هتعمل لي مشكلة بيئية كبيرة جدًا، وهو عملية الاحتباس الحراري. طيب في نفس الوقت ممكن تعمل سحابة غازية وممكن تؤدي إلى الانفجار أو الاشتعال بتاع الحريق مثلًا في بعض المناطق. ساعتها في الحالة دي أنا محتاج إن أنا أودّي الغاز ده، هابدأ إن أنا أحرقه. لمّا هابدأ إن أنا أحرقه بإيدي بنفسي، ساعتها في الحالة دي الانبعاثات بتاعته هتكون أقل ضررًا على البيئة، وساعتها في الحالة دي هيكون safe أكتر على البيئة. يبقى أنا محتاج أودّيه على الفلير، أودّيه أحرقه. طيب أو أطلّعه على الأتموسفير. طب إحنا قُلنا ما بنطلّعش الغاز على الأتموسفير، ولكن لو أنا عندي vapor زي مثلًا الsteam، عندي بخار مَيّة، هل ينفع أودّيه على الفلير؟ لأ، مش هاودّيه على الفلير، مش هاحرقه، لإن بخار المَيّة أصلًا ما بيتحرقش. أطلّعه عادي مثلًا على الأتموسفير على حسب الخطورة بتاعته. لو هو مادة مش toxic ومش flammable، هابدأ عادي إن أنا أطلّعه على الأتموسفير. ولكن لو هو مثلًا بيعمل لي بعض المشاكل، ساعتها ممكن أفكّر إن أنا هابدأ أحقنه تحت الأرض أو أودّيه للفلير وهكذا، على حسب طبعًا الخواص بتاعة الغاز نفسه. هل هو مثلًا غاز طبيعي، نيتروجين، غاز خامل، هوا، بخار مَيّة وهكذا. طيب أنا باعمل كده ليه؟ أنا باعمل كده عشان أقدر إن أنا أمنع الدمج أو الضرر اللي ممكن يحصل على إيه بقى، يحصل على المعدات نفسها، وبيحصل على الpersonal safety. الناس اللي شغالة عندي أصلًا ممكن تتضرر بسبب الموضوع ده، وده نتيجة إن الضغط العالي لمّا هيبدأ إن هو يزيد زي ما إحنا قُلنا ممكن يحصل rupture أو fracture في أي مُعدة عندي في الموقع، وده هيؤدي إلى إن ممكن يحصل إن هالاقي حد عندي مثلًا في الموقع، لو المُعدة دي انفجرت فممكن يؤدي إلى وفاة الأشخاص اللي موجودين جنبها. طب المقارنة ما بين الsafety valve والrelief valve، بيقول لك تقريبًا إن هُم الاتنين زي بعض بالضبط، ولكن الفرق في الservice بتاعتهم هو إن الsafety valve بيستخدم في حالة الغازات، ولكن الrelief valve بيستخدم في حالة السوائل. طب الresponse time، لأ الresponse time بتاع الsafety valve بيكون أعلى، لإن هو في الحالة دي بيهندل غازات. طب الexhaust port size، يعني الoutlet بتاعه الجزء اللي هو بيطلع منه في حالة الsafety valve بيكون أكبر، لإن هو بيهندل كميات كبيرة وسرعات كبيرة من الغاز. طيب التصنيف بتاع الsafety valve بيقول لك إن أنا بيكون عندي تصنيف بتاع الsafety valve ماشي، على حسب هو بيفتح إزاي. طبعًا بيكون في كذا philosophy هو الsafety valve ده بيفتح إزاي، تمام. طيب على سبيل المثال مثلًا لو إحنا جينا بصينا على الجزء ده، هنلاحظ هنا إن في حاجة اسمها الholding chamber ما اتكلمناش عليها. طيب أنا عندي هنا ده الseat، وعندي الwasher اللي هي موجودة هنا دي، وعندي برضه الwasher هي موجودة هنا. طيب هو إيه اللي هيحصل لمّا الغاز هيبدأ إن هو يطلع؟
الغاز لمّا هيبدأ إن هو يطلع ساعتها في الحالة دي الجزء ده حُر الحركة، هو مش لازق في السوستة لسه، فساعتها في الحالة دي سهل إن الغاز يزُق الديسك أو الseat ده وينطره لغاية فوق كده، فهيبدأ إن هو إيه، هيبدأ إن هو يخلّي الديسك ده بدل ما هو موجود هنا كده، لأ ده هيبدأ إن هو يطلع لفوق شوية، هيبقى موجود مثلًا هنا. فده معناه إن ساعتها في الحالة دي الsafety valve هيفتح بسرعة، ليه؟ لإن هو لسه ما زقّاش الspring أو السوستة. تمام، يبقى ده معناه إن الsafety valve بيفتح أسرع، وده أفضل بالنسبة لي. طيب حاجة تانية، لمّا هيوصل لغاية هنا، إيه اللي هيحصل؟ واقف كأنه هيتحول لrelief valve خلاص هو دلوقتي فاتح بنسبة معينة، بيهندل كمية معينة من الأنواع بتاعة الغازات، لمّا الضغط هيبدأ إن هو يزيد تاني، ساعتها في الحالة دي ال الديسك اللي هنا هيبدأ إن هو يزُق الwasher دي، فالwasher دي بدورها هتبدأ إنها إيه، هتبدأ إنها تزُق السوستة دي، ولمّا هتبدأ إنها تزُق السوستة دي، ساعتها في الحالة دي الspring هيبدأ إن هو ينبسط أكتر، والديسك هيبدأ إن هو يطلع لفوق أكتر، وساعتها في الحالة دي هتقدر إن أنت تهندل كميات غاز أكتر. بس في الحالة دي الsafety valve ده هتلاقيه عندي ليه options كتير، يعني مثلًا هتلاقي إن الsafety valve في الحالة دي هو إيه اللي بيخلّي الديسك ده يطلع؟ pressure معيّن وليكن الpressure ده مثلًا 30 بار، أول ما يوصل ل30 بار هتلاقي إن الديسك ده بدأ إن هو يطلع لفوق، أول ما يرست أو يرسى على الchamber دي أو الwasher دي ماشي، ساعتها في الحالة دي هتلاقيه مثلًا وصل لغاية مثلًا إحنا لسه برضه 30 بار بدون أي مشاكل. طيب الضغط زاد بقى 35 بقى 40 بقى 50 أول مثلًا ما يوصل لل50 هتلاحظ بقى إيه، هتلاحظ إن الspring بدأ إن هو ينضغط، ليه؟ لإن خلاص الديسك بقى هنا وعندي هنا washer والspring ده ليه strength معين، فمش هيتحرك غير بعد 50 بار، فساعتها في الحالة دي الsafety valve هيكون ليه 2 set pressure ليه؟ لإن أنا عندي أصلًا الجزء ده ماشي، والجزء اللي تحت ده. يعني أنا عندي 2 travel بيحصلوا، travel من هنا لغاية هنا، خلّينا نوضّح الدنيا دي، travel من هنا لغاية هنا، وtravel من هنا لغاية هنا، يبقى المنطقة دي travel والمنطقة ديّة travel تانية، مشوار تاني، ده بضغط معيّن وده بضغط معيّن، ده بضغط أسهل لإن لسه الspring ما اتحركش، ده بضغط أعلى لإن أنا محتاج إن أنا أضغط الspring فمحتاج ضغط أعلى، فده بناءً عليه بيبدأ إن هو يعمل تصنيف للsafety valve. كذلك برضه بيقول لك إن في بعض الsafety valves بتبدأ إنها يحصل لها reseating أو بترجع تاني على الseat بتاعها بعد ما الضغط بيبدأ إن هو يقل، وفي البعض الآخر منها لأ، أنا باضطر إن أنا أفكها وأوديها مثلًا ورشة معينة وأبدأ إن أنا أضبطها تاني أرجّع الديسك على الseat مرة أخرى. طيب ده شكل للsafety valve، ده شكل السوستة من جوّه اللي إحنا بنتكلم عليها، لمّا الضغط هيبدأ إن هو يعلى هنا، الديسك اللي هنا ده هيضغط على السوستة دي هيطلّعها لفوق، فالفلو هيبدأ إن هو يطلع من هنا. خلّينا كده نشرح الفيديو ده بنتكلم فيه على الsafety valve. أدي السوستة اللي إحنا قُلنا عليها، هنلاحظ هنا إن مكتوب هنا في 2 set point واحدة عند 96 وواحدة عند ال100%. طب إيه اللي عند ال96 دي اللي بتخلّي الديسك يطلع لفوق، طيب once إن هو طلع لفوق، هيطلع لفوق يلمس في الspring، لمّا هيلمس بقى في الspring هو مش هيحرّك الspring غير لمّا يوصل عند 100%. طب 100% دي مقدارها قد إيه؟ لأ هو هنا بيحط لك نسب، ممكن يكون بالنسبة له ال100% دي مثلًا اللي هي ال50 بار، فال96% من ال50 بار هتخلّي الديسك يتحرك، طب ال100% من ال50 بار هتخلّي الspring يتحرك. طب ال103% لأ، ده معناه إن الديسك خلاص الspring حصل له compression بنسبة 100% وإن البلف مثلًا فاتح بنسبة 100%، في الحالة دي مهما تزوّد عن ال103% فبرضه الفتحة هتفضل على وضعها بدون أي مشاكل، ده اللي هو بيحاول يوضحه لك هنا يعني. نلاحظ هنا بقى إيه، نلاحظ هنا إن الضغط
أمّا بدأ إن هو يزيد عن ال96%، نلاحظ الحتّة ديّة كده، وصل ل96% فبدأ أبخرة إنها تطلع، ولمّا هيوصل ل100% ده معناه إن الديسك زق الspring كمان فالفتحة زادت، فلمّا الفتحة زادت كمية غاز أكتر هاهندلها، فنلاحظ إن في كمية غاز أكتر هتبدأ إنها تطلع بعد ال100%. بعد ال103 مهما أزوّد خلاص أصلًا ما فيش كمية أكبر بتطلع، لإن أنا خلاص فاتح على الآخر أصلًا. ده animation كده بيوضّح لنا إزاي الSauce دي بتبدأ إنها تتحرك، وبالتالي إزاي الكمية بتاعة الغازات بتبدأ إنها تتهندل من الpressure safety valve اللي موجود هنا. وأنا لسه مكمّل فيه الanimation بيوضّح لنا بس الموضوع بيتم إزاي. طيب، إحنا كده المفروض إن إحنا نكون خلّصنا الفيديو بعنوان الrelief and safety valves، ده كان كل اللي إحنا محتاجين نتكلّم عليه في الفيديو بتاع النهارده، وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.